السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، وأبدأها كالعادة بأهم ما جاء فيها. الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي للدم تعقد مؤتمرها الثالث. بحث العملية التعليمية في نافا. جمع إنتاج 166 هكتار في مدينة دك أمحرة عبر نفير جماهيري. معطل عشرات الجنود بهجوم إرهابي في مالي. أمريكا تتحدث عن إحراز تقدما هائلا في المفاوضات التجارية مع الصين. وعود محادثات المناخ بمدريد بعد تراجع تشيلي عن الاستضافة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي للدم التي تأسست في العام 2013 في 2 نوفمبر مؤتمرها الثالث لتقييم أنشطتها التي سيرت خلال 4 سنوات والشروع في برامج جديدة. وألقى المدير العام للخدمات الصحية في وزارة الصحة السيد برهان قبرتنساي كلمة في المنتدى المنعقد في قاعة الإقليم الأوسط مثلا. الوزارة أوضح فيها أن الحياة المعرضة للحوادث لن تنقذ إلا بتوفير الدم، داعيا المجتمع المدني لتعزيز دوره من أجل توفير كميات كافية من الدم وتأمين استمراريته. وأفاد السيد برهاني بأن 90% من محتويات نقل الدم الوطني تأتي من المتبرعين الطوعيين للدم، و10% من الأقارب والأهالي، ومن ثم تسخر لإنقاذ الحياة المتضررة، مؤشرا إلى أن سريان العمل لتعزيز العلاقات بين النقل الوطني للدم والجمعية الوطنية للتبرع الطوعي للدم لتنمية التبرع الطوعي للدم. من جهته قال رئيس الجمعية العميد تكيرسوم أن الدم النقي في العالم يعتبر هدية غالية للحياة، داعيا كافة الجهات للعب دورها المناط لإنقاذ الحياة التي لا تتعوض بالدم الذي يعوض. وبعد أن ناقش المؤتمرون بإسهاب حول التقارير المقدمة، قدموا مقترحات تذكر الجمعية للتعرف على جوانب القصور والتعامل مع وزارة الصحة لتصحيحها. في الختام اختار لجنة مركزية تتكون من 17 أعضاء قدامى و3 جدد. عقد اجتماع في نغفة للدفاع بالعمليات التعليمية خاصة ضمن المرحلة الثانوية، وكذلك تقوية العلاقة بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. وقال مدير مدرسة الثورة الثانوية الداخلية الأستاذ سفازجي دفلل أن عدم تعزيز العلاقات الثلاثية أثر سلبا على المشاركة واهتمام الطلاب، ويتوجب تقوية هذه العلاقة للتعرف على مصاعب الطلاب والمدرسة. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية السيد عبد الله صالح النتائج المرضية للتعليم من رياض الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة، مبررا أن الإشكالية تتركز في المرحلة الثانوية، مطالبا أولياء الأمور لإدراك فائدة الفرص التعليمية. من جانبه أوضح مدير مديرية نافا السيد يعقوب إدريس أن العمل جار لتخفيف نواقص العملية التعليمية. وزعت قطع الأراضي السكنية الخاصة الطيسة ل 259 مواطنا في قرى كودوغرا وإند أمانيل وحسر البو وراجيت مخرم وكمنا بمديرية مندفرة. وأوضح مسؤول مكتب الأراضي والمياه والبيئة في المديرية السيد برهلي تخلى مريم أن عملية تقديم قطع الأراضي تمت بموجب المتطلبات المقدمة مسبقا وبالقرعة. وقال أن الأراضي تقدم بموجب لوائح وزارة الأراضي والمياه والبيئة، مشيدا بلجنة أراضي الطيسة بالقرى لتنفيذ البرنامج. أفاد مراسل إرينا بأن سكان مناطق قرع وعند ددقو وحليبة ومايحوسة وتخول وعدي قول قاموا بتنظيم نفير جماهيري لجمع الإنتاج، ويشتمل النفير الذي نظم في الفترة من 21 وحتى 26 من أكتوبر، وشارك فيه أعضاء قوات الدفاع وموظفو الحكومة والطلاب على جمع إنتاج المحاصيل الحقلية تمت في 54 هكتار مثل الشعير والقمح والطاف وغيرها.
وتفيد المعلومات الواردة من مكتب الزراعة في المديرية بأن منطقتي دامبا وكورباريا شهدت في الفترة من 22 وحتى 29 من أكتوبر أنشطة مماثلة لجمع محاصيل حقلية في مساحة 112 هكتار، فيما يتم جمع إنتاج الذرة بعد فترة أسبوعين. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية دك أمحري السيد ألم مبرهتو بأن أنشطة النفير كانت فعالة جدا، مؤشدا بتنظيم المواطنين مآدب الغداء للمشاركين في أنشطة النفير. تلقى 51 شابا دورة تدريبية مهنية في مدينة عصب ل3 أشهر، وتأتي الدورة التدريبية في إطار رفع قدرات الشباب المهنية. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر إن الدورات التدريبية ستستمر في المجالات التي يجد فيها الشباب فرص العمل. من جانبه أوضح مدير مديرية عصب السيد تسفاي الزرعي أن الاستثمار في الشباب استثمار في الوطن، مؤكدا تعاون ودعم إدارته للبرامج الشبابية. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم. قتل 54 شخصا من بينهم 53 جنديا في مالي بهجوم إرهابي استهدف موقعا عسكريا في اندليمان شمال البلاد، وفق ما أعلن وزير الاتصال بابا سانغاري. وكان الجيش تحدث في وقت سابق عن مقتل 35 جنديا في ذلك الهجوم الإرهابي، وأضاف الجيش أن الهجوم أسفر عن جرحى وأضرار مادية، ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل 40 جنديا في هجومين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينا فاسو جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع. ونددت الحكومة المالية في بيان بالهجوم الإرهابي الذي خلف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى وأضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني من دون أن تدلي بحصيلة محددة. وسيطر مشددون من تنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012، لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمرا أدى إلى طرد القسم الأكبر من المسلحين، غير أن الهجمات تواصلا واتسعت نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. أعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي أن المفاوضات حول اتفاق تجاري جزئي مع الصين سبق أن أشار إليه دونالد ترامب أحرزت تقدما هائلا لكنها لم تنتهي. وسبق أن تحدث ترامب عن اتفاق المرحلة الأولى في منتصف أكتوبر في حضور كبير المفاوضين الأمريكيين. بدوره أعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن المباحثات تتقدم. وأوضح ترامب في وقت لاحق الجمعة أن لقائه مع نظيره الصيني بشأن الاتفاق التجاري الجزئي قد يتم في ولاية أيوا الأمريكية. وتأتي تصريح كودلو الإيجابي بعد ما نددت بكين في وقت سابق هذا الأسبوع بتصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاجم فيها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، متهما إياه بأنه معاد للولايات المتحدة. أكدت الأمم المتحدة أن المحادثات حول تغير المناخ لهذا العام ستعقد في مدريد في ديسمبر بعد تراجع تشيلي هذا الأسبوع عن استضافة المحادثات وسط احتجاجات. وستعقد المحادثات المعروفة باسم مؤتمر الأطراف 25 في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر كما هو مخطط له من الأصل. وتراجعت تشيلي عن استضافة المؤتمر هذا الأسبوع قبل شهر فحسب من الموعد المقرر لانطلاق المحادثات وسط احتجاجات عاصفة في الشوارع. وعرضت إسبانيا عقد المحادثات في عاصمتها، وقالت الأمم المتحدة إنها ستبحث خطتها. ويهدف المؤتمر إلى توضيح التفاصيل الخاصة بوضع اتفاق باريس المناخي موضع التنفيذ
وسط دعوات من جانب جماعات مدافعة عن البيئة ومتظاهرين مناهضين لتغير المناخ إلى إجراء عاجل. أطلقت الشركات الصينية الثلاث المشغلة لخدمات الاتصالات المحمولة الجمعة خدماتها الجديدة المعتمدة على تقنية الجيل الخامس عبر شبكة هي الأكبر في العالم. وبدأت الشركات الثلاث شاينا موبايل وشاينا يوتيكوم وشاينا تيليكوم في الأول من نوفمبر تقديم الخدمات وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا. وتتوفر الخدمات التجارية الجديدة للمستهلكين الصينيين في 50 مدينة من بينها بكين وشنغهاي وغوانزو. وفي وقت سابق العام الجاري أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية بالفعل خدمات اتصال من الجيل الخامس، لكن الشبكة الصينية تتفوق كونها الأكبر في العالم. وتشير توقعات المحللين إلى أن عدد مستخدمي خدمات الجيل الخامس في الصين سيبلغ 110 ملايين مستخدم خلال عام 2020، وذلك لامتلاك الصين حاليا أكبر قاعدة لمستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، ويقدر عددهم ب 850 مليون مستخدم وفقا لوكالة شينخوا. بهذا انتهت النشرة. مشاهدينا الأكارم، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.